السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشتركين معانا في قناة الدكتور. النهاردة إن شاء الله حبيت أكلمكم عن موضوع مهم جدا بيحصل دايما في الطوارئ، اللي هو موضوع لو واحد لا قدر الله تعرض لكهرباء زيادة أو تعرض لصعق بتيار كهربي، أو لا قدر الله تعرض مثلا اتكهرب وهو بيحط فيشة ولا حاجة. طبعا المريض اللي اتكهرب ده أول حاجة بنبدأ نبص على السن بتاعه، هل هو طفل صغير، واحد كبير. تاني حاجة بنبدأ نبص على العلامات الحيوية بتاعته، الضغط بتاعه عامل ايه، النبض عامل ايه، نبص على جسمه كله لو فيه لا قدر الله حروق ظاهرة في ظهره أو ظاهرة في صدره أو ظاهرة في بطنه. ليه؟ لأن الصعق بتاع التيار الكهربي ممكن يعمل حروق في الجسم. طبعا لو المريض الحمد لله مفيش فيه أي حروق، النبض بتاعه مستقر، مفيش أي ذبذبة في ضربات القلب، عملنا رسم قلب وطلع كويس، المريض لو هو كل حاجة كويسة فيه ممكن يروح بيته بلا أي مشكلة خالص، ونقول له لو حصل أي حاجة تعال لنا تاني. أمال المريض اللي ممكن يجي تلاقي فيه حرق في صدره أو حرق في ظهره، أو حصل له ذبذبة في ضربات القلب، يا ضربات القلب بتاعته مش منتظمة، أو حصل له لا قدر الله طبعا غيبوبة والحاجات التانية دي حاجة تانية خالص. فالمريض اللي هو حصل له حروق في صدره أو في ظهره، أو حصل له الريزميا اللي هي الذبذبة بتاع ضربات القلب، ده طبعا بيفضل اللي هو يتحجز تحت الملاحظة سواء 24 ساعة 48 ساعة لحد ما دنيته تهدى خالص وضربات القلب تنتظم، وساعتها بنعمل له عرض على دكتور القلب ويروح بالسلامة إن شاء الله. طب لو طفل صغير، والطفل الصغير ده برضه في طبعا كان تيار عالي شوية أو في حروق زيادة أو في برضه ذبذبة في ضربات القلب أو ضربات القلب منتظمة، يفضل الطفل الصغير اللي تعرض لتيار عالي إن هو يتحجز تحت الملاحظة 24 ساعة، لأنه ممكن يحصل له حاجة اسمها ليبيال بليدنج أو نزيف، فيفضل إن احنا نسيبه تحت الملاحظة عشان لو حصل لا قدر الله أي حاجة. طبعا لازم نخلي بالنا من تيارات الكهرباء خصوصا في البيوت، عشان دلوقتي بنلاقي مثلا اطفال صغيره يروح يحط الشاحن لوحده في الكهرباء، طفل صغير معاه مفك او معاه مسمار بيحطه مثلا في الكهرباء، لو في سلك مكشوف بتاع مكوى ولا اي حاجه وواحد مسكه لا قدر الله ممكن يتكهرب برضه. يعني لازم نخلي بالنا من اي مصدر للتيار الكهربي خصوصا في الاطفال الصغيره، عشان بس نحافظ عليهم وان شاء الله ربنا يحفظ الجميع. طبعا الموضوع دوت انا شفت حاله موجوده في الاستقبال فحبيت اكلمكم عليه عشان نعرف ازاي نتعامل ان شاء الله مع موضوع الكهرباء. يعني ما يكونش واحد متكهرب في البيت، اي نعم هو باين ان هو كويس، ونسيبه في البيت من غير ما نروح نطمئن عليه ونعمل له رسم قلب نشوف جسمه فيه حروق ولا حاجه لا قدر الله، لان ممكن الكهرباء دي تعمل له ذبذبه في ضربات القلب، والذبذبه دي لا قدر الله تعمل توقف تام في عضله القلب ويموت المريض مع اننا كان ممكن نلحقه. ودي كانت معلومة بسيطة حبيت أقولها لكم النهاردة مع دكتور خليفة مختار خليفة، أخصائي الكبد والجهاز الهضمي والحميات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.